النهاردة هنحكي عن 3 أماكن ما ينفعش تدخلها، وناس دخلتها برضه وتعرضوا لمصايب. بس قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص الغريبة والمخيفة واللي فيها غموض وبتتحكي زي الحواديت، يبقى أنت في المكان الصح. إحنا بنعمل كده وبس، وبننزل فيديو كل أسبوع. لو عجبك الموضوع، ياريت تتسحب عند بيت زرار اللايك وتفك لمباتهم شوية عشان ما يدوش، وكمان اشترك في القناة ودور على كل الإشعارات عشان ما تفوتكش الحلقات الجديدة. يلا، خلينا ندخل في الحواديت بتاعت النهاردة. الساعة 10:30 الصبح، يوم 30 أكتوبر 2005. كايل ليك، 33 سنة، كان واقف على المسرح في كنيسة الجامعة المعمدانية في واكو، تكساس. كايل كان لسه مخلص عظة السبحانية للناس اللي كانوا حوالي 800 واحد، ودلوقتي كان هيرحب بعضوة جديدة، بنت شابة. كايل كان الكنيسة دي من 7 سنين، وفي الوقت ده الكنيسة كبرت واتطورت بسبب قيادته. كان معروف إنه فاهم ومثقف، بس كمان كان مرح وتقدمي. كان دايماً يعمل مقالب في الناس في الكنيسة ويخلي الجو خفيف، حتى لو في وسط عظة مهمة. الناس كانت بتحب كده عشان كان قريب منهم. بسبب طاقته الشبابية، الكنيسة بقت مليانة شباب، أغلبهم طلاب جامعة أو في السن ده تقريباً. مراته كانت من الناس اللي بيحضروا في الكنيسة، وكمان عياله ال3 الصغيرين اللي كانوا في الوقت ده في قاعة جنبها بيحضروا دراسة الكتاب المقدس للعيال. بالنسبة لكايل، استقبال عضو جديد في الكنيسة كان حاجة كبيرة. كان عنده طقس خاص بيعمله لكل عضو جديد، والناس كلها في الكنيسة كانت بتدعم الطقس ده. النهاردة كايل كان هيعمل الطقس ده مع البنت الشابة. قدام الناس كلها نادى عليها بتعالي يلا هنعمل الطقس عشان نرحب بيكي في الكنيسة. البنت قامت ومشيت لحد المسرح وضحكت، وكايل سلم عليها وقدم نفسه، والكنيسة كلها كانت بتسمع. بعدين كجزء من الطقس، كايل راح وسط المسرح اللي هيعمل فيه الطقس. كان لسه هينادي على البنت عشان تيجي جنبه، بس حصل عطل. العطل ما كانش حاجة كبيرة، بس خلى كايل يوقف ثانية ويبطل كلام مع العضوة الجديدة عشان يشوف هيعمل إيه. بسرعة لقى حل ما يحتاجش إنه يسيب المسرح، بس اللحظة اللي أصلح فيها العطل وهو بيبتدي يكلم الناس تاني، بدأ يصرخ. في الأول محدش أخد الموضوع بجدية عشان كايل كان معروف إنه بيحب يعمل مقالب. كلهم افتكروا إنها هزار، بس غريب شوية، كان بيصرخ بأعلى صوته. بس بعدين صراخه بدأ يطلع كلام، بدأ يزعق الحقوني الحقوني. في اللحظة دي الناس أدركت إن دي مش هزار، في حاجة غلط بالشكل فظيع. رغم إنهم بيبصوا عليه ومفيش حاجة ظاهرة غلط، مفيش حاجة منطقية. الكنيسة بقت زي الفوضى والناس مش فاهمة. ناس بدأت تدعي بقوة عشان سلامته، وناس تانية جريت بره الكنيسة مش عارفين يعملوا إيه. وكام واحد اتصلوا ب911. لما المسعفين وصلوا، الناس كانت لسه مش فاهمة إيه اللي بيحصل. حتى المسعفين كانوا محتارين، بس بعد كام يوم عرفوا إيه اللي حصل، وكان صدمة للكل. الطقس الخاص اللي كايل كان بيعمله لكل عضو جديد كان التعميد. لما راح وسط المسرح ونادى على البنت عشان تيجي، كان فعلياً دخل في حوض التعميد. تخيل زي جاكوزي فيه مية لحد الوسط ومية دافية. كايل دخل الحوض ونادى على البنت عشان تيجي تتعمد، بس قبل ما توصل للحوض حصل العطل. الميكروفون بتاعه بطل شغل. عشان الكنيسة كبيرة وصوتها بيردد، كان لازم ميكروفون عشان صوته يوصل. وقف الطاقتي ثانية عشان يلاقي ميكروفون تاني. لحسن الحظ كان في حامل ميكروفون جنبه فمسكه. اللي ما كانش يعرفه إن في عطل تاني، يا إما في اللحظة دي يا قبلها بشوية. السخانات اللي في حوض التعميد اللي بتدفي المية كانت بايظة، وده خلى المية مشحونة بالكهرباء. اللحظة اللي مسك فيها الميكروفون، كايل كمل الدورة الكهربائية في الحوض، وده خلى الكهرباء تمر في جسمه. لما بدأ يصرخ كان بيتكهرب. رغم مجهودات المسعفين والدكاترة في المستشفى، للأسف كايل منجاش. مراته اللي كانت قاعدة في الصف الأول وبصت على جوزها وهو بيتكهرب، رفعت قضية على الشركة الكهربائية اللي ركبت السخانات في الحوض، واتفقت معاهم على مبلغ ما تقلش. حوالي الساعة 5 المغرب يوم الأحد 15 أغسطس 1971، مايكل، شاب عنده 23 سنة، كان قاعد في الصالة بتاعته في ريف أونتاريو، كندا. مايكل كان بيألف في ألبوم صور فيه صور وهو بيغطس وبيركب عجل في الجبال وبيعمل حاجات مليانة أدرينالين عشان كان بيعيش عشان المغامرة. وهو بيقلب سمع خبط على الباب،
وقف، راح للباب وفتحه، لقى ضابط بوليس مضطرب وبيتكلم زي الرصاص. الضابط قال: في واحد كان بيسبح في بحيرة قريبة واختفى، بقاله أكتر من ساعة مختفي. بنسأل لو حد عنده معدات غطس أو خبرة عشان لازم ندور عليه في البحيرة. قالوا له إنه مايكل هو الراجل اللي عنده معدات الغطس. مايكل اتفاجئ بالطلب الغريب ده، بس حس على طول إنه لازم يتحمل المسؤولية. لاحظ إنه من أحسن الغواصين في ريف أونتاريو. فكر، ولو اديتهم المعدات مش هيعرفوا يستعملوها صح من غير تدريب. قال على طول: مش هديكم المعدات بس كده عشان ممكن أكون بعرضكم للخطر. إيه رأيكم لو أجي معاكم؟ هلبس المعدات وأدور على الراجل ده. أنا عارف أعمل إيه، وهيبقى أكتر أمان وسرعة. الضابط شكره جدا وقال: يلا بينا. مايكل خد معدات الغطس بتاعته ورماها في عربية البوليس وطيروا على البحيرة. بعد نص ساعة وصلوا الجراج عربيات مليان شجر. من وسط الشجر كانوا شايفين بحيرة كبيرة وسد على الشمال ونهر وراه. السباح كان اختفى في البحيرة. مايكل نزل من العربية، خد معداته وجري مع الضابط وسط الشجر لحد البحيرة. لما وصلوا، مايكل شاف ضباط بوليس وموظفين الحديقة وسياح بيبصوا على البحيرة. مفيش حد في المية، بس كلهم بيمشوا حواليها يدوروا على السباح المفقود. لاحظ مايكل عيلة السباحة على جنب، كتير منهم بيبكوا. كان واضح إنه مفيش بحث جدي بدأ، كلهم مستنين حاجة تحصل. لما وصل مايكل بمعداته، كلهم بصوا عليه بنوع من الراحة وكأنهم بيقولوا: شكراً، ادخل دور عليه، أكيد لسه كويس. مايكل اللي عمره ما عمل بحث زي ده قبل كده حس إن الراجل ده مختفي بقاله كتير، وده مش إشارة كويسة. بس قال: هحاول أعمل اللي أقدر عليه، يمكن نلاقيه لسه عايش. لبس معداته على الشط وكلهم بيبصوا عليه بقلق. لما خلص، قام وبص على البحيرة يدور على نقطة بداية. هو لوحده قدام مية كتيرة. كان في سكوت وكله بيبص عليه. بعدين لاحظ تموج صغير في نص البحيرة. سطح البحيرة كان زي الزجاج عشان مفيش حد في المية غير على الحواف. أشار على التموج للضابط والناس اللي جنبه وقال: هبدأ الدور هناك. دخل المية لحد خسره، بص حواليه مرة تانية، لبس الماسك وغاص تحت. بعد حوالي ربع ساعة، الضابط اللي جاب مايكل كان لسه واقف على الشط مع عيلة السباح وناس تانية بيدوروا، مستنين مايكل يقول إيه اللي بيحصل. مايكل كان عنده هوا كفاية في الخزانات عشان يعمل بحث كويس، وكانوا لسه ربع ساعة بس، فيمكن كان بدري على تقرير، بس الجو كان متوتر. في لحظة واحد من المتطوعين جه جري من ناحية السد وزعق للضابط: تعال معايا، لقينا حاجة في النهر. الضابط فكر إنهم أكيد لقوا السباح المفقود، يمكن مش في البحيرة، في النهر، وخاف من الأسوأ. جري مع المتطوع للسد وللنهر، لقى حشد من الناس والضباط متلمين على الشط. لما شق طريقه وسطيهم متوقع يشوف جثة السباح، اكتشف إن في غلطة كبيرة حصلت. قبل ساعتين لما السباح اختفى أول مرة، قبل ما يتصلوا بمايكل، موظف في الحديقة متحمس يساعد جري على غرفة التحكم في السد من غير ما يقول لحد. دور صمام فتح أنبوب عرضه قدمين وطوله 30 قدم بيربط البحيرة بالنهر. الأنبوب ده سحب المية من البحيرة للنهر، وده خلى البحيرة تتصرف عشان يسهل الدور فيها. مفيش حد دخل البحيرة من ساعة ما الصمام اتفتح، فمايكل كان أول واحد دخل بمعدات الغطس. التموج اللي شافه كان تيار سفلي قاتل بسبب سحب المية للأنبوب. لما غاص، التيار شده بسرعة وقوة ما قدرش يطلع على السطح. معداته اتقطعت واترمى في الأنبوب وعلق هناك وغرق قبل ما يطلع على شط النهر. ده اللي كان الحشد متلم حواليه، جثة مايكل. بعد 4 ساعات لقوا جثة السباح المفقود على بعد 150 ياردة من المكان اللي دخل منه مايكل، على شط البحيرة. البحيرة اتصرفت نهائي بعدين، جزئياً بسبب المصيبة دي. الساعة 5 الصبح يوم 28 يونيو 1988، جيفري لينك، شاب عنده 25 سنة، كان واقف في مخزن مصنع صغير في أوبرن، إنديانا. مد إيده، خد علبة من على الرف، ومعاه العلبة خرج من المخزن لمنطقة المصنع الرئيسية. المصنع اسمه شركة باستيان للطلاء، كان بيعمل قطع مطلية بالكروم للعربيات. شغل جيفري كان مشغل ماكينات، يعني بيخلي الماكينات شغالة وكل فترة يعمل لها صيانة. اليوم ده كان بيعمل صيانة. الشغلانة دي كانت خطرة،
الماكينات كبيرة وصناعية وبيحصل إنها تسخن جدا. ما كانش غريب إن جيفري وزملائه يروحوا البيت وعليهم حروق من لمس الماكينات، بس دي كانت جزء من الشغل. جيفري ما كانش يمانع، الراتب كان كويس وكان بيحب الجو الودود مع زملائه. المصنع كان فيه حوالي 30 موظف وكانوا زي العيلة المتقاربة، بيشتغلوا مع بعض في الشغل القاسي. اليوم ده جيفري ماشي في ممر في المصنع وبيسلم على زملائه وهو ماشي، كلهم كانوا أصحاب. وصل للماكينة الكبيرة اللي هيعمل عليها صيانة. الطريقة الوحيدة عشان يعمل الصيانة هي إنه يدخل جواها، وده كان عادي بالنسبة له والباقي زملائه. مع العلبة اللي جابها من المخزن دخل جوه. بعد ثواني واحد من زملائه اللي كان على الممر سمع صوت خبطة قوية من ناحية الماكينة. لف وبص، شاف جيفري مرمي على الأرض جوه الماكينة. مش فاهم هو شايف إيه. شاف زميل تاني بيجري جوه الماكينة عشان يساعد جيفري، وفجأة وقع جنبه. 2 زملاء تانيين جريوا ودخلوا وبرضه وقعوا. ال4 كانوا مرميين جوه الماكينة. الزميل اللي على الممر عرف إن في حاجة غلط جدا، فجري بره المصنع واتصل ب911. لما رجع بعد ثواني قبل ما المسعفين يوصلوا، لقى حوالي 20 زميل تانيين بدأوا يتلموا حوالين الماكينة، بيتعصروا مش عارفين هم فين وبيترجعوا. كانت فوضى ومحدش عارف ليه. حتى المسعفين لما وصلوا حسوا بالغثيان والاتهباط ووقعوا برضه. محدش قدر يفضل في المصنع من غير ما يفقد وعيه. بعدين السلطات لما دخلوا بالمعدات الواقية فحصوا الماكينة والعلبة اللي جابها جيفري، اكتشفوا إن الماكينة خزان معدني كبير كان فيها سيانيد الزنك من فترة قريبة، وكان لازم جيفري ينظفها من جوه. العلبة اللي جابها كانت فيها محلول تنظيف كيميائي، بس المصنع كان عنده نوعين مختلفين وكان لازم تختار النوع الصح حسب اللي بتنظفه. جيفري مسك النوع الغلط بالغلط. لما المحلول الغلط تفاعل مع بقايا السيانيد الزنك عمل سحابة غاز سيانيد هيدروجيني سام. الغاز ده خلى جيفري يفقد وعيه على طول، وبعده الزملاء اللي جريوا يساعدوه. الغاز فضل يكبر وينتشر، ولما الناس زادت خلاهم يفقدوا وعيهم ويمرضوا. في الآخر 39 واحد موظفين المصنع والمسعفين اتنقلوا للمستشفى، و5 منهم ماتوا، جيفري وال3 اللي جريوا يساعدوه وزميل زيادة. شكراً إنك بتتفرج. قولي رأيك في حلقة النهاردة في الكومنتات. عندنا مئات الفيديوهات تقدر تتفرج عليها دلوقتي، بس لو عايز توصية دي هي الحلقة دي هنا، اتفرج عليها. لحد ما نشوفك المرة الجاية، سلام.